ربنا سبحانه وتعالى لما قال لنا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. خف مثلا عريض يستحمل المشي او الحركه. ما يغطسش في الرمل يغطسش في في الرمل. الصحراء. الجفون بتاعته مصممة بطريقة تخليه يمشي وسط العواصف الرملية وهو شايف بدون ما يتضرر. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الجمل حيوان مناسب في المكان المناسب. مش بس الجمل، لو بصينا كمان على خلق ربنا للطيور، بأجنحة الذيل عشان تعرف تطير. فبرضه ربنا خلق الطائر في المكان المناسب. عندنا بقى لما يبقى في شيء مناسب في مكانه المناسب بنقول دي ايه؟ حكمة. فالله هو الحكيم سبحانه وتعالى في خلقه. هل ملامح الإنسان اللي عايش في قلب أفريقيا زي ملامحنا؟ لا طبعا. بشرة سمراء علشان تتحمل حرارة الشمس العالية، هنلاقي فتحات الأنف واسعة علشان الأكسجين قليل فتستخلص كمية مناسبة للأكسجين. فسبحان الله الحكيم في خلقه. وتعرف على الله والله هتحبه.